يا هلا فيكم وحياكم في شرواكم شو مع عجيب. ضيوفنا اليوم مميزين، استشاري أسنان وتركيبات وزراعة، وطبيبة أمراض جلدية وتجميل، دكتورين يعكسون أسلوب حياة مليء بالأناقة والتميز والنجاح. اجتمعوا بنفس المهنة الصعبة باختلافها، وأيضاً اجتمعوا بالحياة الزوجية، واليوم راح نعرف عنهم أكثر. الدكتور محمد المزيدي والدكتورة أسيل السليمي. يا حياكم الله. الله يحييك. شلونكم اليوم؟ تمام. مستعدين على نعرف عنكم أكثر اليوم؟ والله إن شاء الله. أكيد. إيش كثر تعرفون عنه؟ اليوم راح يبين معنا. في البداية حابين نعرف إيش كثر صار لكم تزوجتوا؟ الحين خاف أقول غلط 5 سنين. النوفمبر شهر 11 نكمل 5 سنين. أوه خلينا نقول Our هابي fifth anniversary. Thank you so من الحين. much. ما شاء الله. إنزين خلينا نقول شلون تلاقيتوا؟ شلون ربطكم هالرباط هذا الحلو؟ شوف هذا أصعب سؤال. لا مو أصعب سؤال سهل بس الجواب شفتي النظرة؟ أنا ما راح أجاوب. قصة الحب. احنا نخليها بيننا، نقول لك بعدين behind the scenes، بس بالنهاية بغض النظر عن شلون تعرفنا على بعض، إنه كان في ألفة ومحبة وتفاهم من أول لقاء اللي التقينا فيه ببعض. الله كان حلو، ومن يومها صار السبارك بالضبط السبارك، وصار الحب. بعدين مع التعارف وشفنا إن شخصياتنا تناسب بعض، أهدافنا تناسب بعض، نكمل واحد يكمل الثاني، فهذا طبعاً الحب زاد، وبعدين إيش رأيك تزوجنا دكتور وعيلنا. بهالكلام؟ ما أقدر أقول ولا شيء ثاني. متفق I معاها. agree 100%. شنو أكثر صفة تربطكم وتجمعكم ببعض؟ تحسونها لا هذه الصفة اللي هي اللي قاعد هي تربطكم؟ الدرايف، يعني أسيل هي خلينا نقول هي she pushes me I push her. أوكي. يعني ساعات أنا أحس إني قاعد أشتغل وايد، أشوفها لا كنت أشتغل أكثر، فأحس إنه لا I'm not doing enough، فكل واحد يساعد الثاني. لا supporting each other خلينا نقول. supporting، وكل واحد يشجع الثاني، يعني خصوصاً في بداية حياتنا الزوجية. كنت بمرحلة اللي أنا بالبورد وعندي دراسة وعندي امتحانات، فمحمد بالعكس كان بهذا الوقت كله يشجعني، ويعني مرات أوقات طويلة ما أقدر أقعد وياه وأنا توني عروس جديدة، بزي بالدوام بالدراسة بالمحاضرات، بس فوق هذا كله كان دائما he was supporting me, he was with me. أكون stressed دائما يحاول يهديني، فالحمد لله. تقوم من الفجر تدرس. الله. بس عدينا هالمرحلة. اي بس الحمد خلاص لله. الحين لا عشان مو الكل يفكر الدكاترة من هاتف كذا الفير عشان شي دراسة. صارت دكتورة. ما شاء الله. الله. زين داحرون بعض بتخصصاتكم؟ مرات أطفره أنا. هي تطفرني أنا أطفرها، بس أنا أحس دائما إن أنا أستفيد منها أكثر. إيه. وهي تستفيد منك أكثر. يس بس أنا أستفيد منها أكثر صراحة. لأن إحنا تخصصنا وايد براد. إيه. الجلدية تخصص يعني صح. مجال كبير جدا، وأنا طبعا كنت وقت الدراسة فهو يتعلم مني. الحين صرت أنا التجربة. أي شيء جديد تعال محمد شوي جرب الكريم، جرب هالبرودكت. بس زين علاج ببلاش فور شفتي فري. شلون؟ بس حتى انه هو ماي جيني بيج، اجرب عليه بعدين اذا حلو اتكلم عنه حق مراجعيني. اذا اعطوني كلمه تحسونها تصف علاقتكم، كلمه واحده. صعبه شوي صح؟ كلمه واحده لازم بالعربي ولا انجليزي؟ ما ادري، لازم افكر شوي. قولها بالانجليزي ونشوف بالعربي نترجمها. بيس. لا بيس يعني احنا السلام. السلام الداخلي. always yes in peace always in peace، يعني ما عندنا to be honest. يعني ادري كان في سؤال عن هواش وشيء ما ادري انا ولا قاعد اتخيل. we don't have that. وايد متفاهمين الحمد لله. التفاهم. اوكي التفاهم والسلام. يعني حتى اذا صار شيء بيننا ولا هذا يعني خلص الارجيومنت قدام. هو طبعا طبيعي بين اي كابل خصوصا بدايه حياتنا الزوجيه يعني يصير في ارجيومنت، كل واحد جاي من بيت غير، بيئه غير، عنده افكار غير. صح. بس يعني انا هالشغله حتى من قبل ما اتزوج، انا ما احب انام بالليل احط راسي على المخده وغيري متضايق مني، سواء زوجي، رفيجتي، اختي، امي، اي احد. فاحنا نحاول نحل مشاكلنا قبل ما يصير بيد تايم عشان خلاص نروح للفراش كلنا مرتاحين. وهذا الصح، ترى هذا الصح بالعلاقه الصحيحه. يعني انت والحين تمثلكم السلام والتفاهم، وهذا اهم شيء ترى باي علاقه. زين شنو الصفه يا دكتور تحبها اكثر شيء بالدكتوره؟ اكثر شيء تحبها فيه؟
قول ما- أنت شو قاعد يدير لا ببالك؟ شنو ببالي؟ وهكتيني الحين انا يمكن شيء ثاني. لا انا يعني she's very caring، يعني وايد تهتم. وايد وايد caring. يعني هذا يمكن اول شيء اللي خلاني انجذب لها واحبها من اول شيء. خلينا نقول الحنان، إيه الحنية يعني والاهتمام. مم. شيء جميل. دكتورة، شنو أكثر شيء تحبينه بالدكتور؟ نفس الشيء، حنون. وهالشيء شفته أكثر عقب ما الله رزقنا بولد، لما أشوف علاقته مع ولدي والحين مع بنتي بعد، إنسان حنون جدا. فإنسان الحنون اللي على عياله أكيد راح يكون على مرته وعلى بيته. طبعا، فهم بهالصفة هم أنتم مشتركين فيها بس هالشيء ما حد يشوفه الا بالبيت، في البيت طبعا. بالدوام. شيء حلو. شخصية ثانية. زين، شنو الصفة اللي ما تحبونها ببعض؟ تحسها عيب بسيط فيها؟ عادي، قول. لا ما عندي ما راح شيء. أزعل. سان سكرين لا. ما عندي شيء، بس مرات يعني هي انا ادري شنو اللي ما تحبه فيني، بس إن انا اطفرها ذا سيم تايم. أوكي. يعني شوف احنا اثنيناتنا مرتبين، بس I was about to say the same ادري thing. احنا اثنيناتنا مرتبين، بس انا ساعات اخلي اشياء كذي راندم وادري ان هي ما تحب. انا الشيء الوحيد اقول لهم ولا لا، قول، ما في أسرار هني. ان دائما الحين مثلا خلاص انا الحين بروح اسوي شيء، زين سوي كذي الحين انا I'm going to do it، هي لازم تقول لي سو 1 2 3، انا رايح اسوي 1 2 3. فهمتي؟ أوكي. بس لازم I know أذكره شوية. بس انا اوريدي قاعد اسوي، فهمتي؟ يعني انا يمكن هذا قمت نوع من أنواع الOCD شوية. بالضبط. إيه. أوكي. بالضبط. الحين أو ولدنا صار دقيقة. او سي دي، تعلم أوكي. منه. هيز ورس اسوء من اثنيناتنا. وشون شو أكثر شيء ما تحبينه في الدكتور؟ أجن نفس ما قال بس بالطريقة العكس، العكس، لأن أنا OCD، فإني وحرام عنه مرتب، ويعني أرتب الأشخاص اللي مروا بحياتي، بس مرات أدري هو يتعمد. يعني بالضبط نفس ما قلت، الفرشة فرش أسنانه بس ما حطها هني، حطها هني، أنا أتنرفز ليش ما حطيتها هني؟ فهذا شيء ينرفزني فيه، بس بالعكس، أنا I know he does it الترتيب on حلو، purpose. الترتيب حلو ترى. وأنا أقوم بعدين وراه خلاص يلا أنا أحطها و I don't even ask him. شيء حلو. بما احنا في شرواكم شو مع جيب، وانا عارفين ان جيب تمثل روح المغامرة، نبي تعطوني موقف او اكثر موقف حسيتوا فينا سويتوا مغامرة حلوة، اكثر مغامرة سويتوها. مكسيك يعني على طرف لساني ترى والله احنا we did not practice the answers، بس طرى على بالنا نفس الموقف. كان قبل سنتين ولا اي 2022 summer 2022. رحنا المكسيك ف مكسيك، مكسيكو هذا اكبر مغامرة اكيد. لا المكان حلو. اي اوكي. احنا شو يسمونها تلوم. يوم ما عندنا ولا شيء، شو نسوي كان اقول لها في مكان نروح نشوف المونكيز ويفيد ذا مونكيز وهذا، يلا وينه اتس 1 اور، شلون نروح؟ خلينا ناخذ سيكل فيسبا. اوكي. كان نركب السيكل ونروح، يعني احنا هاف واي، انا بالهاي واي بالمكسيك بسيكل صغير، فانا يعني مو خايف بس بنفس الوقت اقول يعني it's not safe. وهي وراي مسكتني، اتوقع هي بمخها اقول ان شاء الله she doesn't think it's not safe، بس هي طول الوقت هي خايفه. انا طول الوقت مسوي نفسي انا مسوي نفسي انه عادي ولايف از جود ورايحين. المهم عقب ساعه وصلنا والمكان ما يخلونا ندش، لازم مع تور جايد. اوكي. فيعني هو ما كانت مغامره صعبه بس كانت خطره. يعني تخيلي الدوله ما تعرفينها وقاعد نسوق سيكل بهاي واي، والسيكل صغيرون يعني ما يمشي، احنا قاعد نمشي عند السيفتي. بس كانت حلوه المغامره هذه يعني وقتها لا، بس الحين يعني لما نسولف على الموضوع وطبعا ذكرى حلوه. خلينا نقول ما قلنا السالفه حق ولا احد اتوقع، لا يعني حتى هي راح يسمعونها اول مره باللقاء. زين اكسكيوزيف عندنا. اي شفتي. زين، سياره جيب معروفه انها بالقوه وان نقدر نعتمد عليها، اعطوني شنو الشيء اللي يخلي علاقتكم قويه او انسجامكم قوي؟ ايش هالنظرات هذه؟ انت لازم تقولي شيء هالمره، انا كل مره اقول اول شيء. يعني لما مثلا we have alone time، يعني حتى لو بس نقعد بالبيت we watch a movie، يعني ما يعني مو شرط الا نطلع او نسافر، بس هالقعده نص ساعه ساعه نسولف we catch up، شنو صار بيومك، شنو صار بيومك، شنو سوى اليهال، ونتعشى نشوف فيلم ونحط راسنا وننام. عندي يعني هذا بروحه
يعني شيء ممكن يقوي العلاقة. أنت إيش رأيك؟ ما أنا أحس إنه we always support each other يعني، بس نفس الشيء من نفس الأشياء اللي قلناها يعني. يعني إحنا مثل ما قلت شيء I'm always دائما supporting أسيل, she's always supporting me. فما يصير إنه من طرف واحد. يعني لما هي كانت تدرس I'm supporting her, الحين لما هي خلصت she's supporting me. يعني لأن الحين أنا قاعد أشتغل أكثر, فهي قاعد تدير بالها على البيت أكثر. ومرات نعكس, لما هي تصير مشغولة أكثر أنا أقعد أكثر. نعم. فوي سويتش رولز حلو دايما. بس أنا حبيت من منظور أسيل إن الجو العائلي البسيط هذا يكفي, إنه يمر اليوم بسلام وبسعادة وباهتمام وحب, هذا كافي, هذا اللي يقوي العلاقة. شيء وايد حلو. إجابتك عجبتني أكثر من إجابتك. خلاص قطع المقطع هذا. لا. الحين مستعدين حق اللعبة؟ يلا بسم الله. اللعبة تقول بسألكم سؤال, واللي يحس نفسه إنه هو أكثر من الثاني بهالشغلة هذه يأشر على الآخر. فاهمين علي؟ لحظة, إذا أنا أكثر أشرع ولا اللي هو اللي أكثر؟ هي أكثر تأشر عليها. وإذا أنت أكثر هي راح تأشر عليك. وإذا أنا أدري إن أنا أسوي تأشر على عمرك. منو أكثر واحد شاطر بالسياقة؟ أوكي, لازم الرياية شاطر بالسياقة. لا ما أعرف أسوق, منو أكثر واحد فيكم يتذكر خلينا نقول birthdays anniversaries وهذا السوالف؟ أوكي. أسين. إنزين, منو اللي يتحكم بالموسيقى بالسيارة أكثر؟ إيه أنت أكثر صح. ذوقك بالموسيقى أحلى من ذوق الدكتورة؟ إيه أنا خلاص عيالي أنا. هو صار الدي جي مع البيت, وعلم ولدنا بعد على الأغاني الترند, فصار ولدنا بعد دي جي ما يسمع نفسه. أغاني اليهال الحين خلاص. إيه كل أغاني على ذوقك الأغاني. لا الحين عنده هو his own بلاي ليست. منو أكثر شخص يقدم هدايا أحلى من الثاني؟ هدايا حلوة. أوكي, ما توقعت صراحة, توقعت ذوقه حلو بالهدايا ويتعب عليهم, الحق ينقال. خلينا نتحكي عن الترندات في السوشيال ميديا. منو أكثر واحد يحب الأبديتس بالترندات؟ تحب الترندز؟ أسيل. أوكي. أنا أتوقع أنا ناطر اليوم اللي هي becomes a trend. إن شاء الله one day. شعار, خلينا نقول السلوغن أو شعار جيب go anywhere do anything. منو عنده السبيرت هذه, روح المغامرة يا دكتور عندك إياها, إن تسافر أي مكان وتسوي أي شيء مثلا. أوكي, ما عندك روح المغامرة هذه؟ لا أنا نوعي بلانر, ما أعرف أسوي شيء spontaneous, لازم أي بلان كل خطوة بحياتي أهد. هذا من أعراض الOCD شكله. وخلصت كذي فقرتنا. الله يعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية, استانسنا وايد باللقاء و thank you so much. مشكورين والله, ما قصرتوا.